الرجل ضغط على كرة دائرية غامضة، وفجأة بدأت الأمواج تتلاطم وتم تفعيل كائن غريب. المشهد التالي كان صادما، إذ ظهر كائن فضائي بفروة رأس تتطاير، لكن الأكثر غرابة أن رأسه وجسمه معاكسين تماما للبشر، فيبدو كأنه يمشي للأمام لكنه في الحقيقة يتراجع. اتجه الكائن نحو منصة دائرية عالية التقنية، وبعد أن وضع قدميه عليها بدأ يطفو، ومع صوت طقطقة تم عكس جميع مفاصل جسمه، ثم انزلقت حلقات ضوئية غامضة من فوق رأسه، وتحول في لحظة إلى امرأة جميلة. هذا يدل على أن الكائنات الفضائية قد تسللت بالفعل إلى المجتمع البشري. المشهد أرعب الرجل، فبدأ بالجري، لكنه انزلق عن المنصة العالية ليكتشف أن الآلة الفضائية تطلق باستمرار ثاني أكسيد الكربون بهدف إزالة البشر من الأرض تماما. عندما اكتشف الكائن الفضائي ذلك، ضغط على زر الإنذار فورا، فانتشرت صور الرجل في كل أنحاء المركبة الفضائية، وخرجت الكائنات لتقضي على هذا الرجل البشري. في لحظة حاسمة بين الحياة والموت، خطرت للرجل فكرة عبقرية أنقذته من الهلاك. برأيكم ماذا فعل بالضبط ليستطيع النجاة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.